دوري أبطال آسيا، القرعة المنتظرة الاستثنائية الكبيرة، من سيقابل من؟ هل نرى مواجهات تاريخية استثنائية كبرى؟ ما سر الفساد الذي هو موجود بشكل غريب جدا بأمانة شديدة؟ كيف يكون تصنيف هذه الفرق في هذا المكان؟ يلا بينا. مودريتش، لوكا بليز. لا والله اهلا وسهلا بكم حلقه جديده على قناه عبد الكريم. انتظروا ان شاء الله عوده قناه كوره بس واحد. اتمنى ما تنسوش ابدا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولكن الحلقه ديت يا شباب والحلقات القادمه وانتظروا ان شاء الله هنغطي بشكل كبير باذن الله تعالى كاس اسيا المنتخبات اللي في قطر في ملاعب المونديال، وان شاء الله باذن الله تعالى كمان نحاول نغطي كاس اسيا، كاس دوري ابطال اسيا للانديه. شفنا امبارح عدة لقاءات مهمة. كان في لقاء استثنائي صعب تاريخي مثير عجيب رهيب بين نادي شباب الاهلي الاماراتي، نادي من الاصعب في اسيا ومن الاصعب على الاطلاق في دولة الامارات، ونادي النصر العالمي في ظل وجود بروزوفيتش، ماني، كريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم. مباراة كانت صعبة وصعبة للغاية، مباراة كان فيها الكثير والكثير من الإثارة والتشويق. مباراة شفنا البداية ازاي تعادل نادي شباب الاهلي، وفي بداية الشوط الثاني ازاي تقدم نادي الاهلي، وانتظرنا للعشر دقائق الأخيرة. شباب الأهلي إلى دور المجموعات، النصر أوت، والمباراة كانت في الرياض. ظل حضور جمهور عاشق متيم بنادي النصر. النصر برا، النصر خلاص انتهى الحلم. فجأة يأتي التعادل وكان هيروح الأشواط الإضافية، لكن النصر يسجل الثالث ويأكد بالرابع، ويفوز النصر بريمونتادا تاريخية على نادي شباب الأهلي برباعية في مباراة كانت مثيرة رائعة استثنائية. خسرنا نادي زي شباب الأهلي للأسف الشديد، لكن مواجهة الطرفين دولي كنا هنخسر للأسف واحد منهم. اللي شفناه إنه قد إيه كان سيء التحكيم بشكل كارثي، علامات استفهام كبيرة جدا على التحكيم. مش زي مباراة زي ديت في هذا الدور لهذه البطولة ما يكون فيها فار ينصف من يستحق الإنصاف. في النهاية تأهل نادي النصر، وفي النهاية هنعمل لكم القرعة، وخليني أكون أنا واضح جدا معكم. أدي التصنيف الأول، التصنيف الثاني، التصنيف الثالث، والتصنيف الرابع. عن التصنيفات خلينا نقول التصنيف الأول في نادي الاتحاد ونادي الهلال ونادي السد ونادي بيرسوبليس ونادي بختاركور. ده التصنيف الأول. طبعا في دوري أبطال آسيا هي نفسها دوري أبطال أوروبا، ما فيش في نفس المجموعة فريقين من نفس البلد، ما فيش في نفس المجموعة فريقين من نفس التصنيف. بكل بساطة كل مجموعة هيكون فيها نادي من كل تصنيف. فدي التصنيف الأول. التصنيف الثاني الدحيل، أصفهان، الفيحاء، ناجي، نزاف، مش أي ناجي نادي المهم. التصنيف الثالث الفيصلي، القوة الجوية العراقي، استقلال، أهال، مومباي. التصنيف الرابع كارثي، صدمة غير طبيعية، نادي العين الإماراتي، نادي الشارقة الإماراتي، نادي النصر السعودي، ونادي EGMK، ونادي نافباهور. هنا سؤال مهم جدا 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 جدا، القرعة هتكون أصلا يعني واضحة خلاص يعني، إنه كيف يكون وصيف الدوري الإماراتي نادي العين في التصنيف الرابع؟ كيف يكون وصيف الدوري السعودي نادي النصر السعودي في التصنيف الرابع؟ ازاي في التصنيف الرابع؟ ايه المعيار؟ انا عايز افهم ايه المعيار. مع احترامي انا مع احترامي مثلا في التصنيف الثاني الفيحاء، ايه المعيار انه بطل الكاس؟ يعني انا عايز ايه هو بطل، يعني ايه المعيار الفيحاء يعني ايه مثلا؟ انا بامانه عايز افهم. يعني نادي زي مومباي على اساس تصنيف ثالث، ونادي النصر اللي فيه كل هؤلاء النجوم، وتاني الدوري السعودي اللي هو يعتبر اقوى دوري في اسيا، تاني الدوري السعودي انه تصنيفه رابع. ايه المعيار؟ هل دوري الابطال قبل كده السابق؟ لا ادونا معيار عشان نفهم يا جماعه. نادي مومباي تصنيفه الثالث. قسما بالله مهزله. تخيل نادي العين الاماراتي والشارقه ونادي النصر دول كلهم في التصنيف الرابع. بالله يا جماعه تصنيف ما فيش اي معيار، ما فيش اي
شيء واضح، شيء كارثي صراحه، نلاقي نادي النصر والعين والشارقه مثلا في تصنيف الرابع الاخير. يا جماعه في انديه يعني مين اهال مين مومبي دول في التصنيف الثالث. مش قسما بالله العلي العظيم شيء غريب جدا ومهزله حقيقيه اللي بيحصل في التصنيف الموجود في اسيا. اتمنى حد يشرح لنا ايه المعيار، لو في معيار واضح حقيقي بعيدا عن التعصب اللي هو لا المصري ما عارف الجو بتاعكم ده، بعيدا عن التعصب لا انا عايز تصنيف حقيقي. يا جماعه انتوا بتستهبلوا. يا جماعه العالم باسره الان بيتابع دوري ابطال اسيا. يا جماعه دوري ابطال اسيا فيه فرق مش طبيعيه. انا بتكلم عن نادي زي الاتحاد، في كريم بنزيما، كانتي، فابينيو وغيرهم من اللاعبين، لاعيبه اساطير موجودين، لاعيبه كانوا كباتن في انديتهم، تشيلسي، ليفربول وريال مدريد وغيرهم من اللعيبه، غير جوتا وغيره وحمد الله. المهم انا بتكلم كامثله بس على فكره لعيبه كبار جدا، وممكن نشوف راموس اصلا مع الاتحاد او غيره. ده نادي الاتحاد، نادي الهلال السعودي يا جماعه، نادي الهلال يعني مالكم، متروفيتش، سافيتش، نيمار، مين تاني ياسين بونو. فريق دوري ابطال اوروبا، فريق دوري ابطال اوروبا، فريق دوري ابطال اوروبا. ولاقي نادي النصر محطوط تصنيف رابع، في بروزوفيتش، في كريستيانو، في ماني وغيرهم من كبار اللاعبين والمهمين، كان ممكن اصلا ما يتاهلش. الاتحاد الاسيوي ده بيفهم العالم كله دلوقتي بيتابعك، العالم كله دلوقتي منتظر يشوف هؤلاء النجوم الكبار. ده اعظم تسويق اصلا للبطوله باسرها لم يحدث في التاريخ. فضل كله يرجع للمملكه العربيه السعوديه اللي بتعمل تسويق عظيم جدا لهذه البطوله الان. العالم كله هينقلها. شوفوا ماذا حدث في لقاء امبارح النصر والشباب الاهلي. كل الدنيا اتكلمت عن كريستيانو رونالدو، اتكلمت عن نادي النصر، ترند عالمي. في الاخر يقول لك تصنيف رابع. يا اخي اقسم بالله يا اخي ادوهم حقهم، ما تجاملوش حد. تحت تصنيف رابع العين وصيف، العين وصيف، وصيف الدوري الاماراتي احد اقوى دوريات في اسيا. التصنيف الرابع اقسم بالله مش طبيعي. هنروح مع القرعه ونشوف. هنا طبعا هنا ده انا حطيت اللي هو التصنيف الاول، ده التصنيف الثاني، ده الثالث، وده الرابع. هنبدا هنا بالتصنيف الاول. اعمل ايه؟ ده اللي مسكناه، نادي بيرسوبليس. بيرسوبليس اوكي، نادي بيرسوبليس ادي اول المجموعه الاولى، ادي بيرسوبليس. طيب ندخل عاديه. اللي وقعت على حظه بقى نادي نازاف الاوزبي. تمام. التصنيف الثالث قولوا لي ده المجموعات. نادي اهال دي مجموعه ايه؟ لو قسما بالله العلي العظيم مجموعه لوز. انا خليهم كده مع بعض. طيب التصنيف الرابع دي نادي اي جي ام كي. يا رباه اي جي ام كي، ما شاء الله ما شاء الله، مجموعه عالميه قسما بالله من المجموعات العالميه. بيرسوبلي، نازاف، اهال، اي جي. اوه مش هينفع، شوف الحظ مش هينفع. ليه؟ تعالى اي جي، شوفوا انا كده هو لايف. اي جي خليها اي جي تعالى اي جي ما ينفعش. ليه؟ هنعيد هنا لان اي جي اوزبي ونازاف اوزبي، فهنرجع. اصبر يا اي جي خليك بره. طيب ناخد ده نادي الشارقة الاماراتي. اذا المجموعه الاولى فيها بيرسوبلي، نازاف، واهال، ونادي الشارقة الاماراتي. المجموعه الثانيه، المجموعه الاخرى ناخذ من التصنيف الاول. اول حاجه نادي السد القطري. طيب نروح على الثانيه هي اللي وقعت ديت، نادي الدحيل. ما ينفعش عشان ما ينفعش فريقين من نفس المجموعه. طيب هاي يا جماعه اهي اللي وقعت، نادي اصفهان الايراني. اصفهان يا الله مجموعه لوز. التصنيف الثالث نادي مومبي. يا حلاوه اقسم بالله مجموعه اللوز يعني. لا والله صعب على فكره، اصفهان صعب والسد صعب جدا، بس قصدي لوز يعني ان هي فيها ميكس زي المجموعه الثانيه ديت اللي كانت قلبه صعبه، بس يعني في الاخر ظبطت. معاهم نادي النصر السعودي. كريستيانو رونالدو هيروح يلعب فين؟
في مومباي هيطلع عينك كريستيانو. النصر السعودي هيلعب مع مومباي واصفهان ونادي السد. يا رباه، والله يا جماعه ان هي مجموعه صعبه للغايه، صعبه جدا. فيها السد وفيها النصر واصفهان كمان كويس. المجموعه الثالثه نادي الاتحاد. يا كريم بنزيما، يا بنزيما، يا بنزيما. الاتحاد، وبعدين هي ديت نحطها هنا. نادي ناجي. حلو، الاتحاد وناجي الفرقة دي. نادي القوة الجوية. يا إلهي يا جماعة، القوة الجوية العراقي نادي صعب جدا جدا جدا، ومواجهة هتكون حديدية مع نادي الاتحاد. التصنيف الأخير نادي لا نادي العين الإماراتي. يا الله على المجموعة ديت، يا الله على المجموعة دي لو حصلت. انت متخيل المجموعة دي فيها مين؟ نادي الاتحاد السعودي. يا بنزيما، يا بنزيما، يا بنزيما. ونادي ناجي، ونادي القوة الجوية العراقي. يا إلهي يا جماعة. ونادي العين الإماراتي الزعيم لقبه. مجموعة نارية صعبة جدا 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 جدا. المجموعة الرابعة ونشوف كده وناخد نادي الهلال السعودي. الهلال السعودي تمام. وبعدين اوكي، اي واحدة اللي وقعت فيهم. نادي الفيحاء السعودي مش هيثبت خلاص. اذا نادي الهلال مع نادي الدحيل القطري. الدحيل القطري. ونشوف هنا نادي الفيصلي. لا، يبقى النادي الاخر اللي هو نادي استقلال الايراني. ايوه. وبعدين نادي نافا باهور الاوزبي. اذا المجموعه الرابعه مجموعه فيها الهلال، الدحيل، استقلال، نافا باهور. مش مجموعه سهله يعني صراحه، بامانه شديده. المجموعه الاخيره طبعا اكيد فيها، خلينا نشوف. نادي بختر كور، ونادي الفيحاء السعودي، ونادي الفيصل الاردني. يا الله المجموعه. ونادي اي جي ام كي. هذه القرعه اللي انا عملتها وجبت العيد على الاغلب، ومش عارفين اللي هيحصل في النهايه. المجموعات النهائيه يا شباب: بيرسو بليس، نازاف، اهال، الشارقه. يعني لو ما جاش الشارقه معاهم قسما بالله يعني مجموعه يعني غريبه. يعني المجموعه الثانيه السد القطري، اصفهان، مومباي، النصر السعودي. المجموعه الثالثه الاتحاد السعودي، ناجي القوه الجويه العراقي، والعين الاماراتي. المجموعه الرابعه الهلال السعودي، الدحيل القطري، استقلال، نافا باهور. المجموعه الخامسه بختر كور، الفيحاء الفيصلي الاردني، اي جي ام كي. ده كان رايي، مش انا رايي، ده كان يعني القرعه اللي حصلت. رايكم في القرعه، قلنا توقعاتكم، من سيتاهل، من سيكون اول مجموعه وثاني مجموعه في هذه القرعه، وربنا يستر. لايك الحلقه عجبتكم، شير ليها، انتظرونا ان شاء الله في تغطيه استثنائيه. السلام عليكم.